الحارس سمع صوت جاي من درج المفروض فيه جثة. دي قصة حقيقية حصلت في مشرحة في مصر، في مستشفى حكومي قديم. كان في حارس شغال شيفت الليل في المشرحة. المكان هادي بشكل مخيف، تلاجات الجثث مرصوصة جنب بعض. حوالي كانت الساعة 3 الفجر. الحارس سمع صوت خبط خفيف، الصوت جاي من أحد الأدراج. في الأول افتكر المعدن بيتمدد من البرد، لكن الصوت اتكرر تاني. قرب بحذر وحط ايده على الدرج، وفجأة حس ان الدرج بيتحرك من جوه. الحارس جري نادى على الدكتور، ولما فتحوا الدرج اكتشفوا ان الجثة اللي كانت لسه داخلة المشرحة من ساعات قليلة، وبسبب التشنجات اللي بتحصل بعد الوفاة جسمها اتحرك فجأة. لكن الحارس بيحلف ان الصوت كان خبط واضح. تخيل تكون واقف لوحدك في المشرحة وتسمع درج جثة بيخبط من جوه. كنت هتفتح الدرج؟ اكتب رأيك واشترك في قناة حكاوي المجهول علشان تسمع قصص حقيقية أغرب من الرعب. سلام.